اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده من قهوه فايق. شويه كلام رايق النهارده، احب اختم يوم الثلاث ده بقهوه كده، ايه نقعد ندردش فيها ونتكلم فيها في الكوره. في النهارده القهوه رايقه وفايقه، ونجومنا اللي مشرفينا ومنورينا النهارده وحشنا بقالنا كتير قوي ما شفناهمش، وعلى راسهم الكابتن محمود فايز العائد الينا من بطوله الامم الافريقيه، حيث كان في تجربه او في رحله عمل مع الكاف. فحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابراهيم، فرحان بجد ان انا رجعت لكم تاني، وسعيد طبعا مع الزملاء كلهم، وكنت وحشني كتير والله، والساده المشاهدين طبعا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابراهيم والله. اللي وحشنا قوي 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 شادي حبشي يا ابو الشد. حبيبي يا هيما، اخبارك يا ابو الشد؟ صدقني والله العظيم وحشنا جدا جدا، مكسر الدنيا دايما يا هيما. حبيب قلبي. دكتورنا العظيم دكتور احمد ثابت. يا دكتور ثابت، زي الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. كله زي الفل. عايز اقول لك على حاجه، كل اللي فات اشاعات. الجينيوس والشابوني اخوات. الحمد لله على السلامه، والله انا مبسوط والله. معاهم جنب بعض كمان. منور الدنيا. سحبت المحضر وتراضيت. والله منور سحبت الدنيا. المحضر. والله يا ابني انت عني؟ انت حبيبي. خلاص اتواصل بعد كده، روح اقعد عند عم مصطفى ورا. حاجز لك الكرسي. اخويا والله انا جاي اقعد جنبه، انا جاي لك. انت وصل لك اللي حصل؟ اه طبعا يا باشا. اعترض بشده طبعا. وبلغ اعتراضه لعبد الباسط، وعشان هي ماشيه بالكوسه طبعا بعد ما اسمك ما نزل ان انت موجود في البرنامج شالوك يا ابني. ما هو شالوك من البرنامج. انا برضه ما كنتش عارف مركزي في القهوه. اه هي ادميه. انا اللي معاك في ادميه وفي رتب. انا برضه خبطت تخبيطه مش بتاعتي، فانا كان لازم ارجع. قرصت ودني واتلمت الحمد لله. عرفت مركزي فين. قبليك خبط مع كان في شادي عمر مثلا، راحوا. انما الراجل ده قديم. خبط مع شادي خبط في مع الجديد شادي. منه كده. بالظبط. ما تقومش مخبط ده مسلك قديم. مع عبد الباسط. ما انا خلاص فهمتها بقى. خلاص عرفتها الدنيا زي الفل خلاص. عارف انت الزبون القديم اللي بيبقى معاه الريموت؟ انا معاه. ده اللي بيشغل ام كلثوم في القعده بتاعت القهوه. قاعد انا الناس عايزه تتفرج على مش خلصنا هذا الماتش انت وهو؟ بتفرج على ريال مدريد وانا جايب بقى كومو بيتفرج على كومو. انا صاحب الريموت. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. انا صدقت الموضوع. يعني انا عاجبني ان انت مصدق. بس هي حلوه، عجبتني قوي والله بجد. لو قعدتوا جنب بعض شابو ده حبيبي. انا حاجز له انا ما اعرفش ده لسه في فواصل دلوقتي وترابيزات هتطير. اسمع. لا والله العظيم يا جماعه 100 يا باشا. عاملين حلقه حلوه والقهوه جميله وانتوا جمال والدنيا لطيفه. وخليني عزيزي اللي مش عم حسن. حبيبي يا ازيك يا كابتن. عمو؟ حبيبي يا كابتن. عامل ايه يا عم حسن؟ وحشني والله يا كله زي كابتن. الفل؟ نعم وفضل. ماشي ريبي النهارده على حسابي. حبيبي يا كابتن. ازيك يا درش؟ اخبارك يا درش؟ في نعمه والله تمام. على حسابي برضه. نظبط يعني. خلاص ان النهارده بضحي، انا خلاص. مبسوط النهارده فالنهارده هضحي. ماشي خلاص اتفقنا؟ ماشي. ماشي الكلام. طيب عايز اقول ايه بقى؟ نخش في تفاصيل في الديتيلز على طول، عشان خاطر عارف الناس كتير مهتمه بموضوع حط على الشاحن شيل من على الشاحن، القصه ماشيه ازاي في النادي الاهلي، وهي مستجدات ومتغيرات كتيره جدا جدا. الحقيقه دي طبيعه الشغلانه دايما في موضوع الصفقات والانتقالات، ولازم تبقى عارف كويس قوي انه متغيراتها سريعه، متغيراتها سريعه جدا جدا. طيب عدد واحد خبر انا نزلته لك على صفحتي على تويتر وعلى فيسبوك من شويه. اخبار السريعه ما برضاش استنى عليها لوقت البرنامج، انما اشيل لك التفاصيل. هادي رياض خلاص لاعبا في النادي الاهلي، الراجل حصل على الاستغناء بتاعه، المساله خلاص خلصانه. هادي رياض لاعبا في النادي الاهلي، وده واحد من ضمن الاهداف المهمه جدا كان بالنسبه للنادي الاهلي، ومعول عليه كتير في جزئيه تواجده. طيب النطق الصحيح لمهاجم الاهلي المنتظر هو كاموش، مش كاموس ومش كاموس، هو كاموش. ماشي كده؟ يلسن كاموش، يلسن كاموش. بنسبة 98% سيكون مهاجم النادي الأهلي، والراجل ده جاي من فريقه في النرويج على سبيل الإعارة، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور في النادي الأهلي. وبعد ال6 شهور هيشوف بقى النادي الأهلي إذا كان يشتريه ولا لأ، لأنه في بند برضه بين الشراء، وده كان مجهود كبير جدا في الجزئية دي علشان الأهلي يبقى شايف كويس. ارقامه والحاجات دي كلها طبعا من ساعه ما احنا ما قلنا الناس كلها اشتغلت عليها وشافتها واتكلمت فيها. جزئيه مهمه جدا عشان برضو تبقى انت عارف مهاجم كويس، مهاجم كويس يتبني عليه كويس، وهو فوق السن. كان بيتفرج على ماتش الاهلي النهارده، متابع كويس لماتش الاهلي النهارده، والصفقه بنسبه 98% تقدر تعتبرها خلصانه.
مفيش حكم على ولا صفقه من الصفقات اللي جت في النادي الاهلي الا لما تشوفها في الملعب. على صعيد الاداء الفني النهارده للاهلي قدام وادي دجله، الاهلي فاز على وادي دجله ب3 اهداف مقابل هدف. انا واقف جدا جدا عند امام عاشور. انا واقف جدا عند امام عاشور يا جماعه. امام لعيب، مش يعني كلمه لعيب كبير دي كلمه قليله، لكن هو لعيب بيتجمع فيه مجموعه مفردات تكاد تكون للاعب شبه متكامل. هو اللاعب الشرس جدا، المهاري جدا، مهاري بس مفيد، شرس بس عنده مرونه، اداؤه فيه متعه، الكوره في رجليه ليها تمن غاليه، وتحس ان هي طالعه تعمل ميشن، يعني رايحه اجيب جول، انا رايح احط واحد في انفراد، هو بقى وشطارته وهو ذكائه وهو طريقه، او انا رايح داخله الجون اخد الجون بالحضن. هي في حاجه، يعني هي هتطلع من رجل امام عاشور رايحه تعمل حاجه، ما هيش طالعه كده والسلام وكده. واظن ان امام بدنيا مش جاهز بنسبه 100%. النهارده والراجل وهو بيغيره حاسس ان امام متضايق. انا احساسي انا اللي مش مبني على اي معلومه خالص ان امام متضايق ان هو خارج، مش عشان خاطر هو متضايق للتبديل، هو ما كنت سيب نلعب شويه، عارف في حجز كوره كده مع اصحابك يعني ايه مضطرين نخرج واحد غصب عننا وعلشان خاطر ننزل ناس تانية تلعب، فيا جماعه تسيبوني 5 دقايق كمان. طب بس انا مبسوط، هو كده تحس ان امام شويه بتسيبني يا جدع شويه، طيب ما انا مبسوط والدنيا حلوه وبستمتع كده. اداء النادي الاهلي النهارده كان اداء قوي جدا جدا حقيقه. وادي دجله استطاع انه يسجل هدف من الاهداف الحلوه قوي 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 اللي جت في الدوري، لا يسال عنها ابدا 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 ابدا. محمد الشناوي اللي كان كالعاده ثابت رغم كل الكلام الكتير اللي بيتقال. هنتكلم بقى في تفاصيل كتير جدا جدا فنيا، انما خلونا ناخد اللقطه بتاعت كاموش، نعرف ايه قصه الراجل ده، اخباره ايه، الدنيا ماشيه ازاي من كباتنة. ممكن ابتدي معاك يا ثابت؟ ماشي. عشان احنا كنا بنتكلم قبل الهوا، فقلت لنا مجهز له شويه ارقام. ماشي. هل هو اضافه بالنسبه للنادي الاهلي ولا لا اذا تمت الصفقه ولا مش اضافه؟ لا طبعا اضافه. اولا هي الشطاره ان النادي الاهلي يعني ان شاء الله لو الصفقه تمت باذن الله رسمي، الشطاره ان النادي الاهلي جايبه اولا اعاره دي يعني انت بتجربه في ال6 شهور وبعد كده بتفعل بند الشراء، لان الاهلي برضو قبل كده جاب كذا مهاجم بمبالغ كبيره ما نجحتش، فان انت تجيب مهاجم تجربه الاول معاك على تجربه دي حاجه كويسه. نيجي بقى لقاموس، الراجل نفسه يستروب كان عايز مهاجم متحرك، بيدور على مهاجم متحرك. تراهني لو الصفقه دي خلصت انت مش هتقول بعد كده كاموس، هتقول كاموش. بالبرتغالي كاموش. كاموش بالبرتغالي كاموش. هو انجولي برتغالي. هي نطق صح 100% كاموش. يبقى انا جايب المعلومه من بلاد بره. يعني واضح اهي، واضحه. انت تقدر تفهمها بقى. دي معلومه جايه من ايه؟ من بلاد بره مش جايه من هنا. بالاسباني كاموس. شفت انا بعمل كده؟ بالبرتغالي كاموش. ماشي صح 100%. ليش لازم مش دي. اي خدمه. فهو هداف بقاله سنتين بيجيب 13 جون. السنه اللي فاتت لو نستعرض ارقامه معانا، السنه دي جايب 13 جون في الدوري النرويجي. قدامنا هو لعب 19 ماتش. الدوري النرويجي يعتبر دوري قوي برضو. 19 ماتش اساسي، 6 بديل، جايب 13 هدف، عامل 7 اسيست. بص بقى على كلمه 20 فرصه. ده مهاجم متحرك بيشغل زمايله، مهاري، نوعيه المهاجم اللي هو في الواحد على واحد كويس ومتحرك. مش المهاجم اللي هو المحطه قوي، لا هو المهاجم المتحرك اللي بيشغل زمايله وبيتحرك على الاطراف بشكل كويس، بدليل ان هو صانع فرص 20 فرصه، عامل 48 محاوله منهم 18 محاوله صح، المراوغات الناجحه 19، وده رقم بياكد ان هو عنده الحل الفردي في الواحد على واحد. حصل على اخطاء 16 خطا، الرقم ده مش كبير، بيدل ان هو يعني مش المحطه، هو المهاجم المتحرك نفس الستايل اللي طالبه يستروب عشان يشغل القادمون من الخلف. امام عاشور، زيزو، بن شرقي، تريزيجيه، هو عايز نفس النوعيه اللي طلبها برضو مروان عثمان، نفس القاموس، نفس النوعيه يعني. حتى فاز بالتحامات هوائيه 26، فاز بالتحامات ارضيه 54. فانت بتتكلم برضو مهاجم. السنه اللي قبلها عمل ايه؟ كان في الدوري السويدي جاب 13 جون، يعني عنده ثبات في المستوى. راح الدوري السويدي جاب 13 جون، الدوري النرويجي 13 جون، في الدوري المصري اكيد النادي الاهلي لسه هيشوفه بقى، لو نجح يقدر ان هو يفعله. لكن كامكانيات المهاجم، هو اولا مهاجم بروفايل، مهاجم قوي، طويل القامه، قوي بدنيا، بيستلم تحت ضغط بشكل كويس، مهاري، بيقدر يكمل. يعني احيانا اتفرجت له على بعض المباريات، احيانا كان بيشتغل كمهاجم فرده شبه وسام ان شاء الله يبقى هو طوله قد ايه يا احمد؟ لا انا هنا مش بقول مش الستايل،
الطول انا بتكلم في التهديف. اقرب أي حاجة حد، و80. اقرب بروفايل شبه كاموش ده شبه مين؟ بس على اسرع شويه. يلا. جونيور اجاي. برافو عليك، صح. والله شبه جونيور هو أجاي. لعيب الكوره قوي. انا بس عندي مشكله مع جونيور اجاي. ايه هي؟ عارف كنت بحس ان هو صواميله مفكوكه. بحس انه نايم شويه لا بس هو لا يا هو مهاري بس ممكن اقول مثال تاني معلش؟ بحس ان هو في حاجه كده في حاجه اديبايور ها؟ بتاع الأرسنال. اديبايور حاجه كده صح. ايوه لعيب إديبايور مهاري قوي بتاع بصراحه. الأرسنال. والله آه. ماشي. هو شبه اديبايور بتاع الارسنال. في ناس زمان كده. كتير يعني بتحب اجاييه، فانا ما هو تاخدوش أجاييه. رايي يعني ان هو لا، يعني لا، عادي، انا بقول اي حاجه يعني. تمام. فهو لا هو مهاجم متميز، وان شاء الله يعني نشوفه كده مع النادي الاهلي ويفعل بند الشراء بعد كده. اكيد برضو حته الاعاره دي بتدي للاعب الرغبه ان هو يطلع كل ما عنده. عظيم. عايز تقول حاجه مش هادي عسل؟ يعني توحشنا فلازم تتكلم انت. توحشنا هيما والله. اولا عايز اتكلم على حته في الاول اللي هي حته الاعاره. يلا. في ناس كتير ممكن تشوفها حاجه سلبيه، انا المره دي بالذات شايفها حاجه ايجابيه. انا كنت مره معاك هنا يا ابراهيم واتكلمت في ان يعني احنا تاريخيا الاهلي في حته الاجانب دي احنا مش ماشيين كويس بصراحه. ماشي. فكفايه بقى تجارب، وكل مره نتدبس في مليون و2 مليون ونص مليون وافسخ واعمل وبتاع. خلينا نجرب الراجل هيتاقلم مش هيتاقلم. ماشي. والله تاقلم حلو جدا، فعل بند الشراء. ماشي. فدي اول نقطه، انا شايف ان دي حاجه كويسه، ويا ريت بعد كده نبقى بنتحسس قوي، لان المبالغ اللي بقت تدفع بقت يعني اذا ما كانش اللعيب ده لعيب شفناه بعينينا في دوري ابطال افريقيا في حد مضمون نتحسس. فانا شايف دي خطوه كويسه. هو لعيب، خاصه ان الاهلي حاطط بند الشراء، فدي كويسه. يعني لو بقى جامد فانا مش هرجع اتفاوض. انا حاطط البند ان هدفع قد كذا. مبروك انا اشتريت. ولو مش جامد خلاص بقى البقاء لله. بص على الحضن بقى خلاص. بالظبط. في خلاص دفعت 6 شهور وخلاص. فين بقى مروان عثمان؟ بتضحك على ايه؟ اول مره بتضحك يا ثابت، ده انا مش مصدق نفسي. الحاجه الثانيه، الولد ده اولا متاسس في اكاديميه سبورتنج لشبونه في البرتغال، ودي اكاديميه من احسن اكاديميات العالم، فدي حاجه تطمن الجمهور شويه. تاني حاجه لما قريت كده شويه، الولد ده كان عنده تجربه قبل كده وهو صغير، راح انجلترا، عيلته راحت انجلترا عاشت هناك، بعدين رجع تاني البرتغال. هو اللي رجع بمزاجه على فكره، كان عايز يلعب في البرتغال. التجربتين اللي عملهم بره البرتغال، تجربتين في السويد وتجربه في النرويج، الثلاث تجارب تهديفيا هم ناجحين. في موسم هو اخذ هداف الدوري الدرجه الثانيه في السويد، كويس، جاب 22 جول. فاذا انت جايب واحد مش مثلا كان في سنه نايم فيها، لا الثلاث سنين الاخرانيين ليه في احترافه في السويد والنرويج ارقامه جيده. كويس. ثالث حاجه، انت مشيت على الكتاب المره دي. لان انا برضو سمعت زي ما ثابت قال ان المدرب كان طالب فيرود مش ستايل وسام اللي هو التارجت، لو عايز لعيب بيسقط شويه عشان يلعب يكون هو محطه اللي بيلعب زمايله. فانت مشيت على كل حاجه. ماشي. انا اتفرجت كتير عليه، اتفرجت جوان كتير عليه، كنت بقعد اتفرج على الملخصات. لحقته يا جماعه. ما هو اسمه لا اسمه مطروح قبل كده. مطروح بقاله فتره بيطرح وبعد وقرب وبعد في كتير قوي الفتره الاخيره. لا ما في راح وجه، وبعدين ايه في نقطه تلاقي كده، ما اعرفش انت خدت بالك منها ولا لا يا شادي، عندي حصلت في البرنامج بالصدفه كده، بالصدفه. انا بحب ابقى صريح والله العظيم يا جماعه، بنتواصل معاه حلو كده مع الولد. ايوه. اوكي. فريق الاعداد كلمه. ايوه انا عندي فريق اعداد مرعب. واو. والله العظيم عندي يعني دي حقيقه. بس واو. انا لما بقول عليهم مرعبين بيعملوا غلطه في البرنامج. والله بتحصل دايما في نفس الحلقه بيعملوا حاجه غلط، مش عارف، ربنا يستر ان شاء الله مش هيحصل حاجه يعني. اتواصلوا معاه فقال لهم انا هعمل معاكم زوم بكره. كان هو الولد بدا يبعد خلاص، فانا هعمل معاكم زوم بكره. فجينا بكره بقى اللي هو كان من كام يوم، فقالوا له طيب النهارده احنا نتواصل. فهو الواد كان صريح جدا جدا، قال لهم ايه؟ قال لهم وكيلي قال لي مش هينفع اتكلم دلوقتي لانه المفاوضات موجوده وساريه لحد اللحظه دي. فهم زمايلي في الاعداد بيقولوا لي البتاع ده، فقلت لهم طيب ماشي يعني مش هخش معانا. قالوا لي مش هخش معانا. قلت لهم طيب عملتوا بقى خبر بده؟ فقالوا لي لا ما عملناش. طب ده خبر، ما هو ده خبر يعني ده خبر. الراجل بيقول له والله حصل ولا ما حصلش يا سيد؟ حصل ولا ما حصلش؟ فقلت لهم ده خبر، الراجل بيقول لكم ان المفاوضات شغاله، يعني ده خبر في حد ذاته. فيلا بينا يا جماعه، ده خبر قدام الناس، المفاوضات شغاله. فالناس بقى عندها معلومه ان هو قرب وبعد، بس هو اقرب للنادي الاهلي اكتر من اي وقت مضى. انا عايز اسالك بقى في جزئيه، بس هخليك للاخر معلش اذا زنت لي. طبعا لان انت جاي من رحله احتراف. طبعا. فانا عايز اعرف انت كنت بتعمل ايه؟
حاضر اللي انتوا كنتوا بتعملوا هناك ده انا عايز اعرف. حاضر. ازيك يا استاذ عمر؟ الحمد لله. هادي رياض، عمرو الجزار، يوسف بالعمري، مروان عثمان، احمد عيد. خليني اسالك على مروان عثمان النهارده، شفته ازاي؟ قيمته ازاي من وجهه نظرك؟ مروان اصلا مهاجم لافت من وهو في سيراميكا. ميزه مروان انه نضج في سيراميكا بالراحه. عارف اللعيب اللي بيطلع صغير فبيتحط عليه اضواء بدري فبيتحرق، ده ما حصلش مع مروان. مروان بيشارك بالمناسبه مع سيراميكا من بدري، يعني مش السنه دي بس ولا السنه اللي فاتت، من السنه اللي قبلها. وبياخد دقايق وبيلعب جناح. كابتن علي ماهر وثق فيه بشكل كبير جدا ولعبه السنه دي اكتر من مباراه بشكل اساسي، لحد اما لفت الانظار للاهلي وبيراميدز، والاهلي قدر ان هو ياخد مروان ل6 شهور الاعاره. هدفه النهارده انا بشوف ان هو مهم جدا جدا بالنسبه له، لان هو خد بالك اي لعيب في النادي الاهلي بيخش ضغط في النادي الاهلي مرعب. مرعب. ولما تتكلم مع لعيبه لم يوفقوا، هو بيقول لك انا بعمل كل حاجه، بس الهفوه بتتحسب عليا. ده الفرق ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك بالمناسبه واي نادي تاني، لان انت في النادي التاني ممكن تعمل 7 8 غلطات في الماتش محدش ياخد باله، بس في النادي الاهلي انت هتعمل غلطه واحده بالظبط، هي دي. باص واحد غلط، هي دي. فرصه واحده هتضيعها، هي دي. فبيبقى محتاج اللعيب الجديد اللي رايح الاهلي او رايح الزمالك ان التعارف يكون بدري عشان الناس ما تفقدش فيه الثقه. فده اللي عمله مروان النهارده. انا بشوف ان مروان مهاجم كويس جدا قوي جدا. يعني بتدخل برجلك اليمين بتفرق قوي لما تبقى محجره قوي وتقعد لها فتره، فالناس بتحس ان بريق الصفقه نفسها بدا يروح. مش هو ده. يبتدي يفقد الثقه، يبتدي بقى نلعب مع بعض رحله الشك. الله ينور، رحله الله ينور عليك، هي دي. انا عايز يا جماعه اقول لكم لعيب كويس. يعني انا محتاج ان انا اقول لكم ان انا لعيب كويس. فانا اقول لكم اقول لكم ان انا لعيب كويس ازاي؟ ما هي مش ماشيه، لان المهاجم لازم يهاجم وبيعمل ايه؟ يجيب اجوان بس خلاص. بس خلاص جدا سهله في القاموس. هي اللعب في النادي الاهلي لعب صعب جدا. مروان النهارده عمل التعارف مع النادي الاهلي، او بالمناسبه المباراه الاولى برضه في افريكانز لعب ماتش كويس وعمل اسيست كويس، بس النهارده جاب الجون فعمل الهوم ورك بتاعه. انا بشوف ان هو لعيب محتاج الهدوء ده، محتاج الدخله دي. هو بروفايل مناسب برضه ليستروب. كاموش لو جه ممكن يبقوا هما الاثنين في تنافسيه كويسه، الاثنين اعراض، فالاهلي يبقى عنده رفاهيه اختيار مين اللي يكمل. ده مهم جدا. هو بس النقطه اللي هنا على كاموش وعلى مروان او اي مهاجم هيجي النادي الاهلي، هو ليه وسام ابو علي نجح؟ ليه وسام نور؟ رغم ان انت هتبص هتلاقي ان امكانيات وسام. ليه؟ قول لي. ما انا هقول الاجابه. ما انا هقول لك والله جدا. لان في عامل مهم جدا جدا في المهاجم، وهو ممكن اقوله بالانجليزي وبعد كده ترجمه. يلا. الكونفرجن ريت، اللي هو تحويل الفرص لاهداف، معدل تحويل الفرص لاهداف. وسام معدل تحويل فرصه لاهداف عالي جدا. فالاهلي ما عندوش رفاهيه انه يجيب فرود يضيع كتير ويجيب. ايوه. وسام كان بيروح باثنين فيهم واحده جول. ايوه. بيروح بثلاثه فيهم 2 جول. صح كده. صح. راح في ماتش بورتو ب3 كور جاب 3 اجوان. فهو الفرود اللي في الاهلي. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. لا ايه؟ وحيد بدأ يشتغل يا جماعه، كرين بدأ يشتغل، فانا مش مصدق نفسي. بلطش بجنب عيني كده، لقيت الكرين جاي من تحت كده، وريهاني كده تاني كده. ايوه يا خبر ابيض. مجهود جبار ده والله العظيم. بنسقف كلنا لوحيد احسن مصور كرين لاول مره يشتغل على مدار 2 انا مبسوط جدا جدا يا وحيد. كمل. المعدل ده هو سبب او سر نجاح وسام ابو علي. كل المهاجمين اللي بيجوا النادي الاهلي هم مهاجمين مجتهدين. هو بيتحرك زي جراديشار، في على لغط كتير جدا. ليه جراديشار في اول مباراتين كان منور جدا؟ عشان الكونفرجن ريت بتاعه في اول مباراتين جاله 3 فرص جاب 3 اجوان. لو تفتكر مباراه بيراميدز والمباراه اللي بعديها. فبدات الجمهور يتوسم فيه خير، لكن على اللونج تيرم لقينا ان الراجل ده بيضيع كتير. هو كويس على فكره مش وحش، بس بيضيع كتير. لا انا ما عنديش الصبر ده. وسام ما كانش كده. فالحكم على المهاجم اللي جاي على النادي الاهلي يعني نصبر عليه شويه، عشان هو مش كل المهاجمين هتخش دخلة وسام. شابوني، عايز اسالك سؤال فيما يتعلق باذا تمت الصفقه بتاعه كاموش وجه النادي الاهلي مع تواجد مروان عثمان اللي النهارده بيسجل، مع تواجد محمد شريف، وموجود لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي جراديشار. هل بتشوف انه من الطبيعي انه يخرج جراديشار؟ هل من الممكن انه يخرج محمد شريف؟ رايك ايه في مروان عثمان؟ خليني اعرف اجمالا. نبدا بمروان عثمان. خد راحتك. انا ما فيش اي حاجه. انت خد راحتك مع اليانسون بقى، ادينا فرصه. خد راحتك. خد راحتك حبيبي. اديتك الامان. كان في تفصيله النهارده في اولا مروان عثمان ما بتبدا مع الاهلي، اللعب بتاع الاهلي
هيبقى شبه شويه اللي كان بيحاول يعمله علي ماهر، الكابتن علي ماهر مع سيراميكا، ان اللعب ما فيهوش مساحات كتير. فرقه تمسك الكره كتير، متوقع الفرقه تقعد تحت الكره، فهو اشتغل كتير في مساحات ضيقه. الشغل في مساحات ضيقه عايز يبقى اللعيب عنده وعي بالزمان والمكان وشايف زمايله. كان في مثلا تفصيله بدات ان وادي دجله رهانات الكابتن محمد الشيخ ان هو فريق جريء بيمسك الكره كتير بيضغط، ده حطه في مكان متقدم في الدوري. لكن النهارده الافكار دي ودت الماتش للاهلي. الاهلي لعب ان هو غلط وادي دجله في التحضير، سيستم البريس بتاع الاهلي كان كويس، بس التحضير بتاع الاهلي كان بيحاول لما بيطلع ناحيه اليمين توصل الكره عند محمد هاني يبدا يرفع عينه ويلاعب زيزو. لما زيزو بيستلم امام عاشور كان بيبقى واقف ناحيه الشمال، فزيزو ما كانش بيطلع له بسرعه مروان عطيه او ديانج، فما كانش بيطلع بالكره كتير. في لقطه كده شفتها في الدقيقه تقريبا كانت 10، نزل مروان عثمان في رمي التماس، عمل انطوف مساحه ضيقه جدا، طلع زيزو، دي ادت له ثقه، اتصرف بسرعه ما طولش بالكره تحت رجليه، لمسه ولعب وصل الفرقه. تفصيله ثانيه، مروان عثمان كنت مستني اصلا لعيبه الاهلي تلعب معاه اكتر. من الهجمات اللي الاهلي ضغط على وادي دجله وغلطه، والكره اتلعبت من امام لمروان عثمان، كان بياخد تريزيجيه ساعات الباك تفضل مساحه على الطرف، كان بيتحرك فيها مروان عثمان، الكره جات له في مساحه مزنوقه بين اثنين، دخل رقص الاثنين وحط الكره بالمقاس لديانج. خد ثقه في الكورتين دول. هو ما خدش الكره كتير، لكن لما بياخد الكره ما بيطولش بدون داعي وبيتصرف بسرعه. كويس. فدي كانت ميزه كويسه جدا. الحاجه الثالثه في مروان عثمان الضغط. كان في كوره النهارده السيستم كان في مروان عثمان وامام عاشور بيروحوا يضغطوا، وكانوا ساعات الاهلي بيبدا يقدم الضغط بتاعه طول ما تريزيجيه واقف حامي قلب الملعب شويه، لان طالما امام دخل بقى في موقف 3-2 في قلب الملعب، فكان مهم ان تريزيجيه يقف شويه قريب من مروان وديانج عشان لو الكره اتلعبت في نص الملعب ما يبقاش في زياده عدديه. ففي كره طلعت على السنتر باك الثاني، طلع امام عاشور ضغط عليه، مروان عثمان ارى ان هو لو طلع ضغط على الباك قبل ما تريزيجيه يروح هيبقى نص الملعب فاضي، اخر نفسه استنى لما تريزيجيه يروح ضغط، وفضل راجع مع لعيب الارتكاز بتاع مين؟ ده اتعلموا من مين؟ هتلاقيه اتعلموا من سيراميكا، لان سيراميكا فرقه بتضغط عالي، فالظروف اللي هو نشأ فيها في سيراميكا الفتره اللي فاتت هتساعده شويه في الاهلي. وزي ما جينيوس قال فكره ان هو هعمل ايه في اول ماتشين؟ هدخل اطول بالكوره، هدخل احاول اعمل حاجات مش بتاعتي، اصعب الدنيا على نفسي، اضايق اللعيبه الكبيره اللي حواليه، هو بيلعب على قد المطلوب منه. وانا شفت طبعا ماتش كويس على مستوى الضغط، الاهلي ضغط كويس جدا على دجله، غلطهم كتير لما الكوره جات له اتصرف صح. طيب الجزء وكان مهم الكوره اللي جت جون دي. الجزء الثاني من السؤال، جراديشار هيخرج اذا كاموش مشي؟ تشوف كده؟ اشوف ان هو بالنسبه لمحمد شريف انا حاسه خلاص بقى بعيد، صعب جدا. بالنسبه لجراديشار هو طبيعي انه يخرج، ما اعتقدش انه هيلعب، لان هو الفتره اللي فاتت ما كانش مأدي كويس، كونفيرجن ريت اللي كان بيتكلم فيه جينيوس، غير كان الاهلي مش هيبقى عنده تخمه مرتبات فيحاول بشكل ما ان هو يخرج حد. الاثنين اجانب نفس صعب، انا شايف ان هو هيخرج، منطقي ان هو يخرج اكتر. طيب كنت بتعمل ايه انت بقى في قول لي بقى انت كنت بتعمل ايه مع الكاف؟ بعيد. كنت بتعمل ايه؟ يعني في شرح مبسط. بشكل سريع كده، هو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أي بطولة عالمية، بطولة آسيا، أفريقيا، أوروبا، كأس العالم للأندية، كل البطولات بيختار مجموعة من الخبراء والمدربين اللي بيحللوا البطولة بشكل عام. طرق اللعب، أساليب الهجوم، أساليب الدفاع. بيختاروهم بناء على إيه؟ يعني على الخبرة، على المنتخبات اللي اشتغلوا فيها. اشرح لي، يعني هو مين رفع عليك سماعة التليفون، أو مين بعت لك إيميل، مين بعت لك فاكس قال لك كابتن محمود فايز انت بناء على ال 1 2 3 4 5 6 اللي عندك، وان انت مسجل عندنا ما اعرفش في ايه بقى، انا بتخيل، تعالى بقى معانا عشان خاطر تحلل لنا الاداء بتاع المنتخبات وتقول لنا لو في خطط لعب جديده نزلت السوق. انا الحمد لله محاضر رسمي من الفيفا، يعتبر من تقريبا الوحيدين في الوطن العربي يعني اللي بحاضر في الكاف وفي اوروبا وفي اسيا وفي امريكا الجنوبيه. حلو. فكنت موجود في احد المحاضرات، يعني اتعرفت على بالحسن ملوش، ده نائب اللجنه الفنيه في الكاف، فشاف شغلي وكده فقال لي انت محتاجين حد زي يكون متواجد معانا في التي اس جي اللي هو التكنيكال ستادي جروب. حلو. بس فتواصل مع اتحاد الكوره وارسلوا ايميل ان انا يكون متواجد معاهم. حلو. بس ورشحني والحمد لله قبلوني، كل السي في بتاعي كله ان هو والرخصه برو وعندي كل حاجه ان انا اقدر اكون متواجد في وسط مجموعه الخبراء دول. عظيم. رحت بقى تعمل ايه بقى؟ انا بقى واليو سيسي واوكوشا وهيريتا، مجموعه من الخبراء ومن الاساطير اللي بيتفرجوا على غلابه يا كابتن فايز، ما تدبرناش كده، احنا غلابه. بيقول لك عادي كده اوكوشا ده كنا احنا بنجمعه في الالبوم بتاع ارسل فينجر طبعا كان هو المشرف على التي اس جي كله. فكنا بنتفرج على كل الماتشات، بنتفرج على البطوله بشكل عام، بنحلل كل المباريات، كل المدربين، كل اللاعبين. بتحللوها لمين بقى؟ يعني بتقدموا ده لمين؟ الاول بنحلله داخليا ماشي عشان نعمل ريبورت، بنقدمه بعد كده للفيفا، وبعد كده بيعملوا اكتر من لقاء مع المدربين اللي حضروا البطوله، نبدا نتناقش معاهم
انتوا عملتوا ليه الخطط اللعب دي؟ انتوا عملتوا بالشكل ده. كابتن حسام حسن كمثال مثلا، انت ليه بدات باربعه وبعد كده حولت لخمسه؟ طب ليه في بعض المباريات لعبت بالشكل ده؟ حلو ده. تفاصيل، كميه تفاصيل مرعبه طلعنا بيها من البطوله، بنعملها في ريبورت ونبدا نتناقش بيها مع الفيفا، نقارنها ببطوله اوروبا، نقارنها ببطوله اسيا، ونبدا نشوف ايه اللي محتاجاه قاره افريقيا في المستقبل. هل سر لو انا سالتك مين اجمد حد طلع في التحليلات بتاعتكم؟ احنا طلعنا اوريدي التيم اللي هو ال11 لعيب الاخاره. للاسف مفيش ولا لاعب من مصر كان موجودين، كان متواجدين اكتر من مرحله. كان في لما موجودين الشناوي كان موجود في المرحله الاولانيه، الشناوي كان موجود في المرحله الاولانيه، امام عاشور كان مرشح بقوه جدا، صلاح كان مرشح، عمر صلاح رغم كل النقد وكده لكن كان مرشح بقوه جدا. بتبص انت بتقول صلاح وبتبص لشابوني ليه؟ ما انا عشان بس انا عارف ان هو كان زعلان مني. ليه تبص لشابوني ليه؟ انت هو مش تقصد شابوني حاجه؟ بس، هو ناس كتير. انت تقصد حاجه بتبص لشابوني تقصد حاجه؟ صلاح اللي اتعمل فيا كبير. لا هو انا صلاح جاي لك يا حبيبي، جاي لك يا حبيبي. صلاح يظل صلاح يا جماعه، قوه صلاح. هي بص عامه الناس كانت بتضرب كف بكف علينا اصلا يعني. ليه بقى؟ طبعا احنا منتخب مرعب يا جماعه والله العظيم. طبعا يا جماعه، يعني شوف رغم كل النقد عندنا احنا كمصريين وكجمهور بس هم كانوا شايفيننا جامدين. يضربوا كف بكف، يقول لك انتوا بتعملوا كده ازاي يا جماعه؟ من 2017 هم بيقولوا احنا فاكرين لما انت كنت مع هيكتور كوبر انتوا جايين من بعيد خالص وما بتحضروش البطوله، بقالكم 3 بطولات ما بتحضروش، اتفاجئوا بقى جايبين سايبين ايديكم توصلوا نهائي عادي جدا. اتفاجئوا طبعا طبعا ان منتخب مصر يا جماعه قبل البطوله ما كانش مرشح. ده حقيقي. تاريخيا طبعا دايما مصر مرشحه ودايما بتدخل البطوله. بس فنيا حتى اللاعبين الكبار بتوعنا كانوا بعاد جدا. صح. يعني طبعا موضوع الربع والثمن والنص دي كانت ضحك طبعا عشان اشرح لهم قصه 2 وربع وبكاء صلاح. طبعا مش فاهمين. بعدين صلاح دخل على الخط بكاء صلاح راح معلي. طيب سؤال اخير قبل ما نروح للفاصل، مين اجمد طريقه لعب عجبت الناس قوي حازت اجمد اثنين؟ السنغال يا جماعه سو فار هم مهاريا مش بني ادمين وحوش يا ابراهيم، وتحولوا ذكاء. تكامل غريب يا جماعه هم المنتخب قوي جدا مهاريا، وهم تكتيكيا عاليين جدا وذكاء عاليين جدا. عظيم. ما الذي فعله الشابوني عندما قرر؟ لا يا حبيبي انا لسه ما قلتش حاجه. بعرق. انت بتعرق. طب خلاص هنروح لفاصل وبعدين نرجع نشوف القصه.